ما هو لما الاهلي لقى بيراميدز دافع في حد عايز يوجه الدوري لبيراميدز، الاهلي انسحب بالشياكه. مش قصه بقى خايف ومش خايف وحكام اجانب والقصه دي. يا عم انت ضحك على الدهون يا عم. هيسكتك بالكاس وتسيب الدوري لبيراميدز، هيسكتك بالدوري وتسيب الكاس لبيراميدز. ما بيراميدز دافع. ما الاهلي لو كان هيكسبك. ما تقول اللي ليك وايه اللي عليك. هو الاهلي لما لقى الدنيا كلها يعني بيراميدز دفع، خلاص خد الدوري. انا هستفاد منك بفلوس، خد الدوري، هسكتك بالدوري زي ما قلت لك قبل كده، هدوس على وش اي حد. انا اخدت فلوس يعني الدوري موجه لبيراميدز وانت الدوري السنه دي موجه لبيراميدز. امال الاهلي انسحب بالشياكه ليه؟ انا بقى كراجل زملكاوي بفهم كوره احب اقول لك دلوقتي ان الاهلي انسحب بالشياكه، واحنا عارفين من قبل الماتش بيتلعب مش قصه حكام اجانب. والاهلي لو كان جه كان الاهلي كسب الزمالك. يعني الناس اللي بتهاجم الاهلي وبتقول حنف الاهلي كان عنده حق في قرار الانسحاب؟ كان عنده حق طبعا. هو الدوري موجه لبيراميدز يا جماعه من قبل ما الدوري يبتدي، واحنا عارفين الدوري رايح لبيراميدز. زي كاس الرابطه معمول لسيراميكا، ابو العينين بقى قصاد البلد وفلوس مدفوعه، خلاص ما انا مش هخسرك، ما انت بستفيد منك فلوس. واكبر دي على كده ان الاهلي والزمالك بيتغلبوا في كاس الرابطه. الاهلي والزمالك ما يتغلبوش من الفرقه دي في كاس الرابطه. فانا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه، بس ما حدش بيتكلم عشان احنا ماشيين جوه الحيط مش جنب الحيط. بكل بساطه اقدر اقول لكم ان ده واحد فهمان. ده الكلام اللي انا قلته في اول فيديو خالص ساعه ما الاهلي انسحب. قلت الاهلي لا، في مسرحيه منصوبه عليه وسيرك معمول عليه ان بيراميدز الدوري موجه لبيراميدز. الاهلي ما حبش يشارك فيها مبدئيا من مراقب المباراه اصلا اللي كان في اليوم ده، مراقب المباراه اللي كان مراقب مباراه برده للزمالك في الامارات في كاس السوبر. لما الثلاثه اتحبسوا بتوع نادي الزمالك، لما سالوه فين التقرير بتاع المباراه قال لهم التقرير ضاع. ادي المباراه تعالى بقى الحكم اللي كان حاكم كوارث للزمالك، واخرهم كان ماتش، كان ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش على الونش في ماتش البيراميدز. ايهاب القومي عضو مجلس الاداره لما طلع وقال لك الدوري متباع لبيراميدز. فالاهلي ما حبش يشارك في المسرحيه ديت لانه عارف ان الدوري متباع لبيراميدز. فالاهلي كان عنده حق اصلا في الانسحاب. سيبك بقى من قصه هيكمل ولا مش هيكمل، ده اللي احنا بنتكلم فيه.